في طريقتين عشان تعيش سعيد ومبسوط. انك تبقى صاحب سلطة، ودي مستحيلة. الطريقة التانية انك تطبل لأصحاب السلطة دول، ودي سهلة وبسيطة، محتاجة منك شوية تركيز بس. واحد، لو مديرك راجل وعايز تكسب وده، انسى حقوق الإنسان وارجع لأيام الجاهلية. اعتبر نفسك عبد أو سبايا. أول ما يوصل الشغل ادخل له بالساندوتش ومج الشاي، خلص فطاره قول له ألف هنا وشفا. تحب سعادتك تدخل الحمام؟ قبل ما يخرج من الحمام قول له شفاك الله وعافاك. اتنين، لو مديرتك ست الموضوع أسهل كتير. اعتبر مرتبك أضحية، هيتقسم 3 تلات، تلت ليك، تلت لأهل بيتك، وتلت لمديرتك. شوكولاتات بقى، على مجات عليها قلوب، على مجات عليها ظافر العابدين، وكل ما تشوفها قول لها الكلام المفروض تقوله للمدام. ايه ده؟ انت خسيتي كتير؟ الله الله الله، انت محلوة قوي النهارده. حتى لو مديرتك شبه الفنان احمد فتحي. 3، في كمان بقى كسب ود صاحبك، بس مش اي صاحب والسلام. لما تليس ليس صح، نقي صاحبك اللي عنده نعمة بتتمنى انها تزول عنه. عربية، مكنة، معاه فلوس، معاه مزة حلوة، وده امره سهل. لما اصحابك يبقوا بيحددوا ميعاد الخروجه في الواتساب جروب، قول لهم نشوف عماد الاول فاضي امتى ونظبط نفسنا عليه. لو بيشجع الاهلي شجع الاهلي معاه، لو بيشجع الزمالك لا شجع الاهلي برضه، وده لمصلحتك انت والله. عماد مش هيفيدك لما يجيلك الضغط والسكر. 4، اما الاب بقى وده هتلاقيه دايما بيسألك عن اللي جابه وبيتفشخر بيه. ايه رايك يا ولد في الكمثرى اللي بابا جابها؟ شفت مانجا عويس احلى من كده؟ يحسسك انه الفلاح اللي زرع الفاكهه، مش هيلا جاب نص كيلو ولا ربع كيلو من اول الشارع، فده رضيب كلمتين عشان ممكن يلوشك بخرطوم. 5، عم ابراهيم البواب، انت محتاج تظبطه اكتر من اي حد تاني. ابعته يجيب لك طلبات ب10 15 جنيه وسيب له بقيه ال100 جنيه، وده مش عشان ياخد باله من العماره، ده عشان ما ياخدش باله من اللي طلع لك العماره. فهمني طبعا. 6، الدكتور، وده صحتك وعمرك في ايده بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، فلازم تبقى المحلسة كبيرة حبتين عشان ما يرزعكش دواء مش موجود في السوق وتدفع ثمنه مرتين بنزين وانت بتدور على البديل، او يكتب لك ادوية كلها البوس. فقول له جمل من نوعية يا دكتور ايدك فيها الشفاء، على اساس ان هو ابن سينا، وهو في الحقيقة ابن دكتور كبير وورث منه العيادة. قول له يا دكتور كلام حضرتك بيريح قوي. طبعا ده نفاق صريح، لان كلنا عارفين ان الكلام الوحيد اللي بيريح قوي هو كلام الدكتورة هبة قطب. وساعات بيضحك في نفس الوقت. كده تقريبا دول كل الناس اللي انت محتاج تظبطهم عشان تقدر تعيش في البلد دي.